بلغة السياسة نحن أمام إفلاس المشروع الحكومي الأول لعبد الإله بن كيران. الشيء الذي يعني أنه مطالب بالبحث عن أغلبية جديدة. الأغلبية الأولى انهارت، انسحب حزب الاستقلال وهو الآن يتفاوض مع حزب التجمع الوطني الأحرار. ما هي النتائج المتوقعة؟ أولا، في هذه الحالة لا يمكن تغيير 6 وزراء ب6 وزراء، لأن المسألة هنا ليست تقنية، لا تتعلق بمشكل تقني ولكن هو مشكل سياسي. أغلبية صاغت برنامج حكومي اتفقت عليه، صاغت ميثاقها، ولكن الآن كل شيء انهار، وبالتالي هو يبدأ المفاوضات من جديد، مما يعني أنه مطالب بأن يقوم بعملية بناء ميثاق أغلبية جديد، وأن يقوم بعملية هندسة وبناء مشروع تصريح حكومي جديد، وأن يأتي به أمام البرلمان ويعرضه وينال الثقة. إذا الكثير ينظر وكأن المسألة هي تقنية، ولكن هي إفلاس لأغلبية سياسية، وبالتالي ستعوض بأغلبية جديدة. ولا يمكن أن يقف اليوم مثلا وزير من التجمع الوطني الأحرار ليدافع عن برنامج حكومي كان قد سبق أن عرضه في بداية حكومة عبد الإله بن كيران. كما لا يمكن أن يقف برلماني من حزب الاستقلال صاغ البرنامج الحكومي الذي اشتغل به عبد الإله بن كيران في مشروعه الأول ويعارضه اليوم. الكل يتذكر هنا مداخلات سواء رئيس فريق التجمع الوطني الأحرار لما عارض بشدة التصريح الحكومي لعبد الإله بن كيران في حكومته الأولى، ويتذكر أيضا التأييد الذي أبداه رئيس فريق حزب استقلال بمجلس النواب لهذا التصريح الحكومي. وبالتالي سنكون أمام أغلبية جديدة ستعيد توزيع الحقائب من جديد، بمعنى أن عبد الإله بن كيران أمامه اليوم فرصة بأن يتدارك التأخير، أن يعيد النظر مثلا في الموارد البشرية الوزارية الموجودة، وأن يحدد الاختلالات. بل أكثر من ذلك، أن الوضع الحالي إذا هذا الوضع الحالي إذا أريد له أن يستمر، هو أن لا يقوم مثلا حزب بأن يأخذ وزارة اجتماعية ووزارة اقتصادية ووزارة مثلا التي لها طبيعة ترابية. فالمطلوب اليوم أن تتحمل هذه الأحزاب الجديدة، أن تتحمل مسؤوليتها، وأن توزع الوزارات بالشكل التالي: أن يأخذ مثلا حزب معين ما يسمى بالقطب الترابي ووزارة الداخلية والإسكان، وأن يأخذ حزب آخر مثلا ما يسمى بالقطب الاقتصادي وقطب الخدمات، وأن يأخذ حزب آخر مثلا ما يسمى بالقطب الثقافي، وأن يأخذ حزب آخر القطب الاجتماعي، لكي تكون المسؤوليات واضحة، ولكي نتمكن من بناء هندسة حكومية جديدة قادرة على التوجه إلى الرأي العام، وقادرة على تحديد المسؤوليات، وقادرة على تغيير هذا الإيقاع الذي ظل خلال 1.5 سنة إيقاعا سياسيا بعيدا عن السياسات العمومية.